لو أنت لسه طالب ومش عارف تذاكر إمتى في شهر رمضان، طيب هنعمل إيه بقى؟ طبعًا لو جينا نقول لك وأنت صايم هتقعد تقول لأ أنا مش قادر وتعبان ومفرهد وأنا أصلًا صايم، هاذاكر إزاي يعني؟ لو بعد الفطار قعدنا نقول بقى نأجلها بعد الفطار بتلاقي ما فيش وقت، لا إما بقى عزومات، لا إما مسلسلات، لا إما هنصلي التراويح، فبرضه ما فيش وقت. طيب هنحل بقى المشكلة دي إزاي؟ علشان أكيد مش هنقعد نقع فيها كل سنة. عندي طريقتين ممكن أستخدمهم، الطريقة الأولى ودي اللي أنا باحبها، إن أنت ممكن تقضّي وقت المذاكرة بتاعتك بعد الفجر على طول، كده أنت بتصحى عشان السحور، فده هيؤدي إن أنت تنام من بدري، فهتصحى علشان السحور، وبعدها تقعد تذاكر بعد الفجر، ده طبعًا أحسن وقت، إحنا المعروف إن الفجر بيبقى فيه بركة غير طبيعية، فما بالك بقى بركة الفجر وكمان شهر رمضان. طيب إيه بقى هو الوقت التاني المناسب؟ يبقى بعد التراويح على طول. بس أنت كده هتضطر تسهر لحد اللي هو يعني السحور، وبعد كده يعتبر هتبقى أقل بنومك شوية، طبعًا لو أنت طالب، لو أنت في الجامعة وهكذا مش هيكون مناسب معاك، فأنت بقى تختار إيه هو المناسب معاك، لو أنت بتروح المدرسة بعد الفجر على طول، لو أنت بتحب السهر ممكن يكون بعد التراويح على طول. كل سنة وأنتم طيبين، واستنوني في الحلقة الجاية.